القراءة القراءة خلت جان جاك روسو جان جاك روسو جان جاك روسو ده مفكر أكتر منه فيلسوف. يعني كلمة فيلسوف دي بتتقال على المواضيع اللي بتتناول الفلسفة، مواضيع عامة. لكن كلمة مفكر هي تقال أكثر على شخص عنده نوع من أنواع اللي هو الواقعية أكتر، لأن الفكر غير الفلسفة. الفلسفة تتناول الأمور النظرية العامة، بينما الفلسفة تتناول أمور دقيقة أكتر وعملية. فالمهم جان جاك روسو مفكر فرنسي المتوفي سنة 1878، أعتقد نفس سنة وفاة فولتير على ما أعتقد يعني. المهم جان جاك روسو كان عنده حتة القراءة، بيعشق القراية هي اللي صنعته، اللي خلت جان جاك روسو هي القراية. فإيه اللي حصل بقى؟ القراية عنده بالنسبة له شكلت تشكيل مبكر للخيال بتاعه والعاطفة بتاعته. أصبح جان جاك روسو شخص، أولا جان جاك روسو شخص عاطفي، بيحب المسرحيات، بيألف مسرحيات، بيألف شعر، بيألف أدب وهكذا. فهو القراية المبكرة بالنسبة له خلت هناك تغذية القراية دي أصبحت مادة غذائية له لخياله وعاطفته. في طفولته جان جاك روسو قرا مع والده باباه يعني، قرا الروايات والكتب التاريخية والقصص وهكذا، خصوصا السير والقصص البطولية. بيحب جدا البطولات، اللي هو شخص مثلا بيعاني من مشكلة معينة، فمر بأزمة معينة، في الآخر عرف يتغلب على المشكلة دي فأصبح بطل الأبطال. ده بالنسبة له القصص اللي هي ماشية بنفس المنوال ده بالنسبة له بيتمزج منها. بيحب جدا قصص البطولات البطولية. وفرق هنا طبعا بين القصص البطولية وبين الأساطير. الأساطير دي قصص خيالية، لكن بكلمك عن القصص البطولية اللي هي الواقعية بس مش خيالية، واقعية بس هي في النهاية انتهت إلى أو أدت في النهاية إلى إن البطل ده ينتصر. فالمهم جان جاك روسو بشكل عام جان جاك روسو كان بيحب القصص البطولية، والقراءات دي غذت عنده حسه العاطفي والخيالي، وخلته بيميل أكتر ناحية التمجيد والحرية والفضيلة وهكذا. يعني هو دايما بيقول لك ان بشكل عام الابطال اللي بينتصروا دايما في معاركهم دول في الاساس اشخاص عندهم قدر معين من الحريه والامجاد اللي هم التاريخ السابق لهم اللي هم عملوه، والحريه والفضيله. البطل اي قصه في الدنيا كلها، بطل اي قصه عنده 3 حاجات دول: حريه، فضيله، وامجاد. امجاد ماضيه، افعال ماضيه، وحريه فيما سياتي، هو قدامه حريه يعمل اي حاجه، وفضيله في الوقت الحالي وعنده فضيله بشكل عام. طيب، فالموضوع القرايه دي زرعت في الاحساس المبكر بالظلم الاجتماعي وعدم المساواه. فبتلاقيه دايما بيهاجم النظام الفرنسي والملكيه الفرنسيه وهكذا. هو وفولتير احد اهم اسباب نشوء الثوره الفرنسيه. حتى فولتير وهو كانوا معاصرين لبعض بشكل عام. انا بس هركز على فولتير في الفيديو ده، هركز قوي على فولتير، انا اسف، هركز قوي على جان جاك روسو. عشان كده هنلاقي ان في كتاباته بشكل عام نزعة قوية جدا ناحية تمجيد المشاعر الصادقة اكتر من العقل البارد. هو من النوع اللي بيحب الستوري تيلينج، بيحب القصص. يعني هو من النوع جان جاك روسو بيحب الستوري تيلينج. يعني هو كان رجل بيحكي قصص بشكل، رجل قصاص معنى صح، قصاص، يعني بيعرف يحكي قصص، حواديت، حاجات كده. وده اللي بيخلي اصلا اي نص ادبي او حتى فيديوهات لصانع محتوى، حتى النصيحه دي انا مشيت بيها بعد كده، اني اكون شخص قصاص. يعني انا ادمج بين الكلام النظري الجاف بالكلام الكلام العملي اللي هو فيه قصص، فيه حواديت، فيه استشهادات، فيه اشعار، فيه وهكذا. دي نقطه. فهو شايف ان العقل المفعم بالعاطفه والمفعم القصص والحاجات العمليه
عقل أقوى بكتير من العقل البارد الأصم الضعيف الذي يتسم به ضعف في مسألة اللي هو التجارب والقصص وهكذا، اللي هو بيسموه العقل البارد أو العقل النظري بمعنى أصح. فهو كمان كانت القراية بتاعته كانت بديلة للتعليم. القراءة بتاعته كانت بديلة للتعليم النظامي، فما كانش مؤمن بتعليم النظام. اعتقد هو ساب الكليه، ساب المدرسه اللي كان بيدرس فيها من بدري، واتجه ناحيه القراءه كوسيله. يعني معنى صح الاشخاص دول زي عباس العقاد، زي مصطفى صادق الرافعي، زي مايكل فاراداي. الشخصيات دي اللي هي بتهتم اكتر التعليم العصامي. يعني التعليم النظامي انا بسميه التعليم العصامي. التعليم العصامي اغلب الاشخاص اللي بيميلوا ناحيه التعليم العصامي دول اشخاص في الاساس عندهم قدر رهيب جدا. بعدين طبعا صوت الموتوسيكل معدي في الشارع. المهم يعني دول عندهم قدر رهيب جدا من الالتزام والانضباط والصبر على القراءه اللي هم بيقروه، ويقعدوا ساعات طويله يقروا ويتعلموا وهكذا.